السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الخامس الابتدائي. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنحل شوية أسئلة إن شاء الله إن شاء الله هتلاقيهم في الامتحان. كل اللي أنا طالبه منك يا بطل إنك تركز معايا النهاردة كويس جدا وتركز معايا في حل الأسئلة. يلا بينا يلا بينا. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال الأول بيقول إيه، والسؤال الأول عندي اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة. مطلوب مني إن أقرأ السؤال كويس جدا وبتركيز. لازم أقرأ السؤال كويس وأقرأ الاختيارات. يلا بينا نحل السؤال الأول. السوق المنظمة التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات هي. طبعا لازم نقرأ السؤال. ذكر لي هنا إيه؟ بيع وشراء وأسهم وسندات. طبعا أسهم طالعة وأسهم نازلة. هنختار إيه؟ الإجابة هتكون البورصة. يبقى نعلم على البورصة. اختار هنا البورصة. طيب يا مستر، ممكن يجي لي سؤال بما تفسر أهمية البورصة للاقتصاد المصري. هنقول له إن البورصة بتوفر التمويل اللازم لأصحاب المشروعات مما يؤدي إلى تشغيل العمالة وزيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد إيه؟ برافو، ازدهار الاقتصاد المصري. يلا شوف السؤال اللي بعده. برع المصري القديم في تصميم أعمدة بعض المعابد على شكل. نبص على الاختيارات. أعمدة معابد يعني طويلة جدا، هيبقى على شكل إيه؟ برافو، أشجار النخيل. طبعا أشجار النخيل دي موجودة قدامنا، ممكن نلاقيها قدام بيتنا، ممكن نلاقيها على الطريق وإحنا ماشيين، اللي هي شجرة البلح الطويلة العالية دي. أيوة، المصري القديم شافها وأخذ منها صناعة اللي هي الأعمدة الطويلة. طيب يا مستر، طب نبات الكتان كان المصري القديم بيستخدمه في ايه؟ بيستخدمه في صناعة ايه؟ الملابس وفي صناعة ايه؟ الخيوط. برافو. نشوف السؤال اللي بعده. وقع الملك نقط أول معاهدة سلام في التاريخ مع ملك الحيثيين. أول معاهدة سلام في التاريخ مع ملك الحيثيين هو الملك أشهر ملوك مصر كلنا عارفينه. برافو، الملك رمسيس الثاني. هنقف شوية عند السؤال الثالث. السؤال الثالث، الملك رمسيس الثاني عمل معاهدة سلام مع الحيثيين. طيب ليه يا مستر المعاهدة دي؟ حصل معركة ايه؟ معركة قادش. طيب يا مستر، سبب المعركة دي ليه اصلا؟ ان هو استيلاء الحيثيين على بعض المناطق من الامبراطورية المصرية ادت الى ايه؟ حدوث معركة قادش. بعد معركة قادش حصلت معاهدة وعرفت بأول معاهدة في التاريخ بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين. طيب ممكن يجي لي سؤال تاني. ما النتائج المترتبة على المعاهدة بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين؟ أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدى الطرفين. تمام؟ بركز معايا. يلا بينا نشوف السؤال الرابع. كان يتم بناء نقط بهدف تزيين مداخل المعابد. هو ذكر لي هنا ايه؟ تزيين. طيب عندنا المقابر كانوا بيدفنوا فيها مش تزيين، والاهرامات برضو كانت مقابر برضو مش تزيين، والتوابيت برضو مش تزيين. يبقى هنختار ايه؟ المسلات. يبقى كان يتم بناء المسلات بهدف تزيين مداخل المعابد وتخليدا لذكرى الملوك. نشوف السؤال اللي بعده. مركز معايا، هسألك في الأسئلة اللي فوق. هسألك طب قول لي أهمية البورصة إيه؟ مش عارف. أهمية البورصة إن هي بتوفر التمويل اللازم لأصحاب المشروعات مما يؤدي إلى تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد المصري. يلا هسألك تاني، ركز معايا ونشوف السؤال اللي بعده. يعتبر عصر الملك حدا فاصلا بين قوة دولة البطالمة وضعفها. مين الملك اللي كان عصره حدا فاصلا؟ برافو، الملك بطليموس الثالث. طب ليه يا مستر ان الملك بطليموس الثالث كان حدا فاصلا؟ لان بعد الملك بطليموس الثالث جه ملوك ضعاف. ليه يا مستر؟ ايه اللي خلى الملوك ضعاف؟ بسبب ثورات الشعب المصري ضدهم. تمام. وايه تاني؟ تدخل روما في شؤون مصر الداخليه. تمام. تمام يا مستر. تمام. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده.
احتلت مدينة الإسكندرية المركز نقط ثقافيا أثناء الحكم الروماني. ثقافيا، ذكر لي كلمة ثقافيا، يبقى المركز إيه؟ المركز الثاني بسبب وجود مكتبة الإسكندرية. أشهر المكتبات في العالم القديم مكتبة الإسكندرية، وكانت منارة العلم قديما. يبقى هنختار المركز الثاني. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده. اهتم الرومان بزراعة محصول نقط لتزويد روما به. هنشوف عندنا في الاختيارات. طيب قبل ما نشوف الاختيارات، معروف ان مصر من زمان تربة خصبة ووفرة المياه بيها. طيب ده سبب من اسباب ان روما اجت احتلت مصر. يبقى اهتم الرومان بزراعة محصول، هنختار القمح لتزويد روما به، حيث ان الرومان جعلت مصر مزرعة لزراعة الايه؟ لزراعة القمح. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده، ركز معايا. قام الملك زوسر بتوحيد الجيش المصري وصد هجمات الأعداء وحماية أرض. طبعا إن الملك زوسر هو ملك الأسرة الثالث ومن أشهر ملوك مصر. طيب هو كان الملك زوسر عايز يأمن الناحية الشمالية الشرقية. برافو، يبقى هنختار شبه جزيرة سيناء. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده، ركز معايا يلا. وصل الاضطهاد الديني أقصاه للمسيحيين في مصر خلال عهد الإمبراطور. هنبص على الاختيارات، هنختار برافو الإمبراطور ديكليديانوس. طيب يا مستر، عرف عصر الإمبراطور ديكليديانوس باللي هو عصر الشهداء، نظرا للاضطهاد الشديد اللي تعرض له المسيحيين في هذه الفترة. نخش على السؤال اللي بعده. قام الملك أحمس بتحرير مصر من الهكسوس في نهاية الأسرة. نبص على الاختيارات. طبعا الملك أحمس هو ملك مصر. طبعا الملكة اللي شجعته على محاربة الهكسوس أمه الملكة إياح حد. برافو، يبقى قام الملك أحمس بتحرير مصر من الهكسوس في نهاية الأسرة السابعة عشر. طيب ممكن يقول لك السابعة عشر أصبح أحمس هو مؤسس عصر الدولة الحديثة وانتهاء عصر الضعف الثاني. برافو. يلا بينا نبص على السؤال اللي بعده، ركز معايا. زار الإسكندر الأكبر معبد الإله نقط كدليل على احترامه للديانة المصرية. الإله مين؟ نختار الإله برافو أمون. ده يدل على احترام وذكاء الإسكندر الأكبر. ليه يا مستر؟ حتى يطيعوه في حكمه. طبعا عارفين إن معبد الإله أمون موجود في واحد، برافو، في واحد سيوة. مركزين معايا؟ كله تمام؟ يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده. رحب المصريون بالفتح نقط لمصر عام 641 ميلاديا للتخلص من ظلم الرومان. الفتح ايه؟ الفتح الإسلامي على يد القائد برافو عمرو بن العاص. يبقى نختار الفتح الإسلامي. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده. أهم مركز تجاري شرق البحر المتوسط خلال حكم الروماني لمصر مدينة. نشوف الاختيارات ونركز في السؤال. خلال الحكم الروماني لمصر مدينة ايه؟ برافو مدينة الاسكندرية، حيث كانت مدينة الاسكندرية اهم مركز للتجارة في شرق البحر المتوسط. يلا بينا يا ابطال نخش على السؤال اللي بعده. بنى المصريون القدماء منازلهم في وادي النيل من. طبعا ذكر لي هنا كلمة منازلهم. المنازل كان المصري القديم بيبنيها من مادة الطوب اللبن. طيب يا مستر، الحجر الجيري كانوا بيستخدموه في ايه؟ في صناعة المقابر او في بناء المقابر. اشمعنى الحجر الجيري يا مستر؟ لحماية جسد المتوفي وحمايته من اللصوص. تمام؟ مركز معايا؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بنى المصري القديم حصن بوهين على الحدود لمصر. الحدود ايه؟ الجنوبية لمصر. حصن بوهين هو اشهر الحصون التي بناها المصريون القدماء. يلا نختار الحدود الجنوبية. نبص على السؤال اللي بعده. استولى نقط على مناطق من الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة. مين اللي استولى؟ اللي عقد معاهم الملك رمسيس الثاني المعاهدة وحصل معاهم معركة قادش. هم مين؟ الحيثيون. يبقى الإجابة هتكون الحيثيون، قلناها فوق.
ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين الحيثيين ورمسيس الثاني أدت إلى إيه؟ تحقيق الأمن والاستقرار لدى الطرفين. طيب أسباب المعركة أصلا ليه وأسباب المعاهدة؟ بسبب استولى الحيثيون على بعض المناطق من إيه؟ من الإمبراطورية المصرية. يلا بينا يا أبطال نخش على السؤال اللي بعده. الملك الذي نجح في توحيد جيوش أقاليم مصر وتنظيمها وتسليحها هو الملك. وحد جيوش مصر ونظمهم، قال له انت تقف هنا وده يقف هنا وده يقف هنا. هو الملك مين؟ برافو، زوسر. وهو ملك الأسرة الثالثة وصاحب هرم ايه؟ صاحب هرم زوسر المدرج او هرم سكار. يلا يا أبطال نبص على السؤال اللي بعده. أحد المباني التالية أنشئت لأغراض عسكرية. طيب عندنا هنا معبد الكرنك ده الأغراض دينية، معبد الأقصر برضو أغراض دينية. طيب معبد الدير البحري برضو معبد لغرض ديني. ما عادش فاضل عندي غير حصن بوهين، وقلنا فوق إن هو من أشهر الحصون التي أنشأها المصري القديم وعملها عشان يأمن حدود مصر إيه؟ برافو، الجنوبية. يبقى هنختار حصن بوهين. يلا بينا يا أبطال مركز معايا نشوف السؤال اللي بعده. تحولت مصر إلى ولاية رومانية بعد هزيمة نقط في معركة أكتيوم البحرية 31 قبل الميلاد. طبعا هنبص على الاختيارات. الملكة التي هزمت في معركة أكتيوم البحرية هي الملكة إيه؟ كليوباترا السبعة. ماشي، ممكن يجي لي أسئلة في النقطة دي كتير. ما النتائج المترتبة على هزيمة كليوباترا السبعة في معركة أكتوم البحرية؟ أول حاجة هنقول له انتهاء العصر البطلمي وتحول مصر من ولاية بطلمية إلى ولاية رومانية. برافو. يلا بينا يا أبطال نشوف آخر سؤال معانا. انتصر الملك رمسيس الثاني على الحيثيين في معركة قادش بيه. طبعا كل حاجة بخصوص معركة قادش والمعاهدة وأول معاهدة سلام في التاريخ كلها قلناها وعارفينها وفي دماغنا ومركزين. طيب فاضل نقطة صغيرة. معركة قادش كانت فين يا مستر؟ برافو، كانت في سوريا. يبقى الإجابة هتكون فين؟ سوريا. يلا بينا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا يا أبطال نخش على السؤال اللي بعده. ده شكل تاني من أشكال الأسئلة اللي هتجيلك في ورقة الامتحان إن شاء الله. السؤال بيقول لك أكمل العبارات التالية بالإجابة المناسبة. مطلوب منك يا بطل إنك تقرأ السؤال كويس وتختار الإجابة من الست الاختيارات اللي عندك دول. يلا بينا نحل مع بعض، مركز معايا تمام؟ يلا بينا. شجعت الملكة ياحد بابنها أحمس لتحرير مصر من خطر. طبعا عندنا الملك أحمس وعارفين كلنا ان الملك أحمس حارب مين؟ الهكسوس. برافو، يبقى الإجابة هتكون الهكسوس. طيب بعد ما أحمس طرد الهكسوس أصبح هو مؤسس، برافو، الدولة الحديثة وانتهاء عصر إيه؟ عصر الضعف الثاني. تمام. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. من أشهر الحصون التي أنشأها المصريون القدماء على حدود مصر الجنوبية حصن. هنشوف في الاختيارات. حصن عارفينه، حصن بوهين. تمام. من أشهر الحصون التي أنشأها المصريون القدماء لتأمين الإمبراطورية المصرية هو حصن بوهين. تمام يا مستر. تم توقيع أول معاهدة سلام في التاريخ في عهد الملك. نبص على الاختيارات. طبعا الملك ده احنا عارفينه من أشهر ملوك مصر. أشهر الملوك التي حكمت مصر هو الملك رمسيس الثاني. يبقى 3 هنا، رمسيس الثاني. طيب يا مستر معاهدة السلام دي كانت ليه؟ حصل معركة بين رمسيس الثاني والحيثيين. المعركة دي اسمها معركة قادش وكانت عارفينها في سوريا. طيب ايه برضو سبب معركة قادش؟ ان الحيثيين استولوا على بعض المناطق من الامبراطورية المصرية. يسقط رمسيس الثاني؟ لا، حصل معركة قادش وبعدها معاهدة السلام. ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين رمسيس الثاني والحيثيين؟ أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدى الطرفين. تمام؟ مركز معايا؟ هسألك برضو في الإجابة دي تاني. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. تزوج الملك رمسيس الثاني من الملكة.
نبص على الاختيارات. مين الملكة اللي اتجوزها رمسيس الثاني؟ برافو، نيفر تالي. يبقى نختار هنا الملكة نيفرتاري، ونيفرتاري تعني في اللغة المصرية القديمة جميلة الجميلات. تمام. 5. دخلت المسيحية إلى مصر على يد القديس. نبص على الاختيارات. القديس مين؟ برافو، القديس مرقس. تمام. يلا بينا يا أبطال نحل آخر نقطة. تمام. أصبحت مصر ولاية نقط بعد معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. طيب معركة أكتيوم البحرية كانت الملكة مين اللي فيها؟ الملكة كليوباترا السبعة. طيب أصبحت مصر ولاية إيه؟ هنختار رقم 6، ولاية رومانية. أصبحت مصر ولاية رومانية وانتهاء العصر البطرمي. تمام. احنا هنا السؤال اكمل، يعني لما اجي اقول لك دخلت المسيحيه الى مصر على يد القديس، نكتب هنا ايه؟ مرقس. لكن انا بعلم هنا رقم 5 اختصارا للوقت مع بعض. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا يا ابطال نخش على تكمله سؤال اكمل معانا، وخمس عبارات تانيين وست اختيارات برضه نقراهم كويس جدا. يلا اول سؤال. اهتم المصريين القدماء ببناء المقابر في نقط غرب نهر النيل. المصريين القدماء بنوا المقابر بتاعتهم فين؟ برافو، في الصحراء. يبقى هنختار الصحراء. طب ليه يا مستر اشمعنى الصحراء؟ حتى تكون بعيدة عن خطر الفيضان وهتحميها من اللصوص. تمام. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. تعرضت مصر لهجوم بعض القبائل على حدودها نقط خلال الأسرة الثالثة الفرعونية. يلا فكر معايا وركز كده. ذكر لي هنا الأسرة الثالثة الفرعونية، يعني الملك مين؟ برافو، الملك زوسر. يبقى على حدودها الشمالية الشرقية. طيب الملك زوسر عرف ان فيه هجوم على الحدود الشماليه الشرقيه، يسكت الملك زوسر؟ لا طبعا. عمل ايه؟ توحيد لجيوش الاقاليم المصريه ونظمها. ليه يا مستر؟ لصد هجمات القبائل على المنطقه الشماليه الشرقيه اللي هي شبه جزيره سيناء. تمام كده، مركزين؟ تمام. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. اشتهر الملك رمسيس الثاني بين ملوك مصر القديم وهو ابن الملك. نبص على الاختيارات. ابن الملك مين؟ تمام، ابن الملك سيتي الأول. 3. يلا يا أبطال نشوف السؤال اللي بعده. بنى المصريين القدماء مساكنهم في نقط من الطوب اللبن. المصريين بنوا المساكنهم فين؟ هنختار الوادي. طيب اشمعنى الوادي يا مستر؟ سبب التربة الخصبة، وفرة المياه. تمام. ومن ايه؟ ومن الطوب اللبن. انما بنوا المقابر من الحجر الجيري. تمام، عشان حمايته من الايه؟ من السرقة وحفظ جسد المتوفي من اللصوص. يبقى هنختار الوادي. شيدت مكتبة الاسكندرية في عصر نقط واعتبرت منارة العلم والمعرفة في العالم القديم. في عصر مين؟ عصر الدولة البطلمية. يبقى هنختار 5 في عصر البطالمة. يلا بينا يا أبطال نخش على 5 أكمل تانيين. يلا بينا يا أبطال نخش على السؤال اللي بعده. يلا ركز معايا ونقرأ مع بعض. 1. لقب الرئيس السادات ببطل. نبص على الاختيارات عندنا هنا. الرئيس السادات كان بطل ايه؟ بطل الحرب والسلام. طيب يا مستر اشمعنى اخذ بطل الحرب والسلام؟ لان رئيس السادات حارب في حرب اكتوبر 1973، والسلام لان احنا خدنا سيناء بموجب السلام 1979، ان المعاهده انتهت بموجبها ترد سيناء الى ارض مصر الحبيبه. يلا بينا يا ابطال نشوف السؤال اللي بعده. انتهت معركه نقط بتوقيع اول معاهده سلام في التاريخ بين رمسيس الثاني والحيثيين. المعركة دي كانت ايه؟ طبعا عارفينها وقلناها كتير فوق. معركة، برافو، معركة قادش. يلا بينا نختار معركة قادش. طيب نشوف السؤال اللي بعده. أدى هجوم الملك تحتمس الثالث المفاجئ على الأعداء إلى هروبهم داخل مدينة. نبص على الاختيارات. مدينة اللي موجودة عندي؟
مدينة مجده. يبقى هنختار 3 مدينة مجده. ده يدل على عبقرية الملك تحتمس الثالث العسكرية في الحرب، حيث أنه دخل من أكثر الطرق وأكثرها خطورة. طيب يا مستر، ممكن يجي لي سؤال، بما تفسر هجوم الملك تحتمس الثالث المفاجئ على الأعداء داخل مدينة جده؟ ليه؟ أول حاجة بسبب تحالف أمراء آسيا بقيادة أمير قادش. تاني حاجة إن الملك تحتمس الثالث عايز يوزع أو يزود نفوذ مصر في آسيا. تالت حاجة تأمين الحدود الشمالية لمصر. تمام كده يا أبطال؟ يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. يعد دير الأنبا أنطونيوس من أقدم الأديرة في مصر بمحافظة. نشوف عندنا إيه المحافظات اللي موجودة. عندي هنا محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر. هل الأديرة أو هل دير الأنبا في محافظة الوادي الجديد؟ لا طبعا، في محافظة إيه؟ البحر الأحمر. تمام. يعد نقط دليلا قاطعا على عبقرية المصري أو عبقرية المصريين القدماء في الفلك والعمارة. نبص عندنا في الاختيارات، ما عادش فاضل غير الهرم الأكبر، وطبعا ذكر لي هنا العمارة وعبقرية المصريين القدماء هو الهرم الأكبر. طيب مين يا مستر اللي بنى الهرم الأكبر؟ عارفينه، الملك خوفو. تمام كده يا أبطال؟ يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا يا أبطال نخش على سؤال مهم جدا جدا ودايما بيجي في الامتحان. هو سؤال إيه؟ الخريطة. السؤال: اكتب مدلول الأرقام على الخريطة. هنقرأ هنا السؤال كويس جدا ونشوف على الخريطة فين ونحط الإجابة هنا. يلا بينا يا أبطال، مركزين؟ يلا بينا. 1. معبد زاره الإسكندر الأكبر. رقم 1 فين على الخريطة؟ هنا. معبد مين يا ترى اللي زاره الإسكندر الأكبر؟ برافو، معبد أمون في 1 سيوة. طيب يا مستر، يبقى هنختار معبد أمون بسيوة. طب احنا خدناها ان هو زيارة الاسكندر الاكبر لمعبد امون ده دليل على احترام الاسكندر الاكبر للديانة المصرية وذكاء من الاسكندر الاكبر. ليه يا مستر؟ عشان يطيعوه المصريون في حكمه ويسمعوا كلامه. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. مدينة مزدحمة سكانيا، هي مدينة ايه؟ طبعا كلنا عارفينها، مدينة، بس هنشوفها هنا برضو على الخريطة، مدينة القاهرة. يبقى هنختار مدينة القاهرة. طب ليه يا مستر هي مزدحمة سكانيا؟ بسبب ايه؟ توفر فيها فرص العمل والخدمات، كل حاجة موجودة في القاهرة. 3. دولة وقعت معها مصر اتفاقية دفاع مشترك. رقم 3 فين على الخريطة يا مستر؟ رقم 3 اهي. طيب ايه الدولة اللي تحت مصر في جنوب مصر؟ دولة السودان. برافو، يبقى الدولة التي وقعت مع مصر اتفاقية دفاع مشترك دولة السودان. تمام. انما هنا دولة ايه؟ في غرب مصر، دولة ليبيا. تمام يا ابطال. رقم 4 عندنا البحر. نشوف البحر هنا ايه؟ ده البحر ايه يا مستر؟ البحر الاحمر. انما البحر المتوسط فين؟ فوق هنا، حدود مصر ايه؟ الشمالية. تمام يا ابطال، يبقى البحر الاحمر. يلا بينا يا ابطال نخش على الخريطة التانية. محافظة يهاجر اليها السكان. رقم 1 فين على الخريطة؟ اهو. يبقى محافظة ايه اللي بيهاجر اليها السكان؟ هنا فين؟ هنا ايه؟ محافظة الاسكندرية. يبقى هنختار محافظة الاسكندرية. تمام يا مستر. محافظة يقل بها السكان. رقم 2 فين على الخريطة؟ اهو رقم 2 دي محافظة، برافو، مطروح. طب ليه يقل فيها السكان يا مستر؟ بسبب قلة المياه العذبة، قلة التربة الخصبة، قلة النقل والمواصلات، عدم استواء السطح أدى إلى قلة السكان في محافظة مطروح. يبقى هنختار هنا محافظة مطروح. رقم 3 معانا بحيرة نقط. بحيرة إيه هنا؟ أنشاها الزعيم جمال عبد الناصر. بحيرة
برافو، بحيرة ناصر. تمام. رقم 4 البحر، لسه قايلينها. البحر ايه؟ هنا البحر المتوسط، انما البحر الاحمر فين يا مستر؟ اهو هنا البحر الاحمر. تمام يا ابطال، مركزين معايا؟ كله تمام. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا يا ابطال نخش على الخريطة اللي بعد كده ونشوف السؤال الاول فيها. مدينة انشأها ملوك الاسرة 26، رقم 1 على الخريطة. مدينة ايه دي يا ترى؟ برافو، مدينة نقراطيس. طيب يا مستر، اشتهرت مدينة نقراطيس بايه؟ بصناعة، برافو، بصناعة الخزف، وكانت مركزا تجاريا وصناعيا في هذه ايه؟ في هذه الأسرة. تمام يا مستر؟ تمام. نشوف السؤال اللي بعد كده. محافظة يقع بها بانوراما حرب أكتوبر، رقم 2 فين على الخريطة؟ أهو دي إيه؟ محافظة القاهرة. محافظة القاهرة. طب ليه يا مستر هم ليه عملوا بانوراما حرب أكتوبر؟ تقليدا لحرب أكتوبر المجيدة سنة 1973. تمام؟ مركزين؟ يلا نشوف السؤال اللي بعده. محافظة يقل فيها تركز السكان، يا ترى دي محافظة ايه؟ اهي دي شمال سيناء. طيب ليه يقل بقى تركز السكان؟ قلة المياه العذبة، قلة التربة الخصبة، عدم استواء السطح، قلة النقل والمواصلات. تمام؟ تمام. وحظرها الاسكندر الاكبر، لسه قايلينها فوق في الخريطة الاولى، بس هنقولها تاني ونشوفها هنا. دي 1 سيوة، وقلنا ان ده ذكاء واحترام الاسكندر الاكبر للديانة المصرية القديمة. تمام يا ابطال؟ تمام. خش على الخريطة اللي بعدها. يلا بينا يا ابطال نشوف الخريطة رقم 4 معانا. اسئلتها ايه؟ رقم 1 عندي صحراء تضم مقابر المصريين القدماء. هنا رقم 1 على الخريطة دي الصحراء الغربية، يبقى هنختار الصحراء الغربية. طيب اشمعنى يا مستر المصريين القدماء اختاروا الصحراء؟ حتى تكون بعيدة عن خطر الفيضان، وتكون بعيدة عن ايه؟ عن اللصوص. تمام. رقم 2 معانا دولة تحد مصر من الغرب. نشوف رقم 2 فين على الخريطة اهو. دولة تحد مصر من الغرب من الناحية دي كده، يبقى دولة ايه؟ برافو، دولة ليبيا. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. 3 محافظة تقع بها وزارة الخارجية، رقم 3 فين على الخريطة؟ هي محافظة القاهرة، يبقى هنختار محافظة القاهرة. تمام. رقم 4 معانا أرض خاضت فيها مصر حرب أكتوبر. عارفين إن حرب أكتوبر حصلت فين؟ برافو، في سيناء، يبقى رقم 4 فين؟ هنا سيناء. تمام يا مستر؟ تمام يا أبطال؟ يلا بينا نشوف الخريطة اللي بعد كده. يلا بينا يا أبطال نخش على آخر خريطة معانا ونقرأ السؤال الأول. 1 محافظة تقع فيها مدينة نقراطيس. طبعا كلنا عارفين إن مدينة نقراطيس كانت مركزا تجاريا وصناعيا، واشتهرت بصناعة الخزف. يلا نشوف رقم 1 فين على الخريطة أهو. طيب يا أبطال دي محافظة إيه؟ دي محافظة إيه؟ برافو، محافظة البحيرة. تمام. نخش على السؤال اللي بعد كده. مدينة اكتمل إنشاؤها في عهد البطالمة. نشوف رقم 2 فين على الخريطة. دي مدينة ايه؟ مدينة الاسكندرية، انشأها الملك بطليموس الاول. تمام. 3 محافظة بها معبد للملكة حتشبسوت. رقم 3 فين على الخريطة؟ رقم 3 اهو، دي محافظة الاقصر. تمام. 4 منطقة تركز وكثافة سكانية. رقم 4 فين على الخريطة يا أبطال؟ هنا دي منطقة إيه؟ الدلتا. تمام. طب اشمعنى يا مستر إن منطقة الدلتا منطقة تركز وكثافة سكانية؟ سبب التربة الخصبة والمياه العذبة والنقل والمواصلات والخدمات. تمام كده يا أبطال؟ وبكده يا أبطال نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. إن شاء الله الأسئلة اللي احنا حليناها مع بعض إن شاء الله تكون موجودة في الامتحان. ان شاء الله من السنه الجديده هنحضر لكم حاجات قويه جدا بالشراكه مع مستر محمود الخولي ان شاء الله. اكيد اكيد يا مستر عمر. ان شاء الله يا مستر قدام محمود. الناس انا جاي لك قدام الناس عشان خاطر الزمك انك تبقى مفضل لنفسك يا السنه اللي باشا جايه. خلاص والله عشان خاطرك هنفضي كل حاجه. ان شاء الله استنوا مستر عمر السنه اللي جايه هيعمل لكم حاجات قويه جدا جدا، وان شاء الله هعلم لكم عنها على الصفحه عندي. حبيبي يا مستر محمود. يلا نشوفكم على خير بقى ان بعد شاء الله الامتحانات. بالتوفيق ان شاء الله يا ابطال. يلا سلام.